خلينا متفقين ان التلاتة واحد، يعني التلاتة فيهم نفس المادة الفعالة اللي هي الايزوتريتينوين. طب ايه الفرق بقى بين التلاتة؟ ان كل واحد فيهم من شركة وبلد مختلف. الروكتين سويسري والنتلوك مصري والايزوتريتينوين هندي. وانا كنت باخد الايزوتريتينوين بشكل عام لمدة 6 شهور. بدأت في الاول خالص بالنتلوك، وده اللي كانت الدكتورة كاتباهولي اول ما بدأت اخد الايزوتريتينوين، ولانه مش دايما بيكون موجود في الصيدليات كنت ببدأ ادور عليه قبل ما العلبة اللي عندي تخلص باسبوع مثلا، لان انتي بمجرد ما بتبدأي تاخدي الايزوتريتينوين ولا ينفع انك توقفيه من نفسك ولا ينفع انك ما تاخديهوش حتى يوم واحد. بمجرد ما بتبدأي لازم تستمري عليه لحد ما تخلصي مدة العلاج كاملة، وده طبعا ممكن يختلف على حسب حالتك والدكتور المتابع ليكي. يعني ممكن ما تحتاجيش ان انتي تاخديه يوميا. اعرف ناس كانت بتاخد الايزو 3 ايام بس في الاسبوع، وكمان مدة العلاج ممكن تزيد او تقل على حسب حالتك. المهم خلوني اكمل لكم. فجأة النتلوك اختفى من الصيدليات وما بقتش لاقياه، وطبعا زي ما قلت لكم انا ما كانش ينفع اوقفه، فكان لازم اخد البديل. وقتها الدكتوره قالت لي اخد الايزوتريتينوين، وطبعا بيكون الافضل انك لو بداتي تاخدي نوع معين من الثلاثه انك تستمري عليه ما تغيريهوش. المهم لما بدات اخد الايزوتريتينوين انا ما كنتش حباه خالص، لاني كنت شفت نتيجه حلوه قوي من النتلوك وبسرعه. فالايزوتريتينوين حسيت ان هو بدا يطلع حبوب تاني بعد ما كانت بدات تختفي. المهم كملت عادي، والحبوب اللي طلعت بدات ان هي تقل وتعودت عليه وخلاص. فجاه هو كمان اختفى من الصيدليات، فولا في نتلوك ولا في ايزوتريتينوين. فوقتها كلمت الدكتوره وقالت لي على البديل التالت اللي هو الروكتين، ودورت عليه ولقيته. ولما بدات اخده ما طلعليش حبوب خالص، وكنت حباه جدا، ولقيت ان بجد نتيجته خطيره وبيأثر فعلا على الحبوب يمكن اكتر من النتلوك. طب ايه الفرق بقى بين التلاته من ناحيه الجوده والسعر؟ طبعا احسن نوع فيهم كجوده والافكت بتاعه كمان بيبان بسرعه هو الروكتين، وطبعا هو الاغلى، بس بجد هو يستاهل، واللي جربوه هيبقوا عارفين ده كويس. يجي بعده على طول النتلوك من حيث الجوده، وهو بالنسبه لي احسن من الايزوتريتينوين، بس الايزوتريتينوين اغلى في السعر. يعني النتلوك اقل في السعر من الايزوتريتينوين، وبالنسبه لي كان احسن منه بكتير، وتاثيره على الحبوب كمان بيبان بسرعه جدا. وبس كده. لو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع صحابكم، وكمان اكتبوا لي كومنت باي سؤال عندكم، انا برد على كل الاسئله. وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وبس كده، باي باي.